احلى سندوتش كفتة هتاكليه احلى من بتاع المطاعم ومن اللي بتاكليها جاهزة من بره. نص كيلو لحمة مفرومة عملنا منه كيلو من عجينة الكفتة، عملنا اضافات بسيطة جدا هتضاعف معانا الكمية، وكمان هنسويها في دقايق مش هتاخد معانا وقت. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله كفتة جميلة قوي قوي، وريحتها بقى جايبة اخر الدنيا. طعمها وريحتها في منتهى الروعة، مع شوية بصل كده بقى مش عايزة اقولك، والبقدونس والطحينة حاجة تانية خالص. تابعي معايا الفيديو وهتلاقي فيه معلومات حلوة قوي ان شاء الله تساعدك في الطبخ او في البيت. الحاجة المجمدة، اي لحمة عايزة تفك التجميد بتاعها بطلعها بحطها في مية، بغمرها في المية بتكون زي ما هي مقفولة في الكيس بتاعها، وبحط عليها معلقة من الخل او نص كوباية خل ومعلقة كبيرة من الملح، واسيبها حوالي 10 دقايق هتلاقيها اتفكت معاكي بكل سهولة. اهم حاجة تكون مغمورة، يعني لو انت لقيتيها بتطفو على السطح هتحطي فوقيها اي حاجة تخليها مغمورة تحت المية. ده بيخلي اللحمة تفك بسرعة جدا من غير ما ما تنزل ميتها وتنشف والكلام ده. طبعا البقدونس اللي هنضيفه على الكفتة ما بناخدش العيدان او السقان الناشفة، بناخد الورق فقط لا غير. الكمية دي كانت كبيرة شوية، كان المفروض احط نصها، بس انا بحب الخضار اصلا فيها. وكمان معلومة تانية، الدهن ده دهن اللي هو بتاع بيت الكلاوي، ده اللي انا بستخدمه على طول في كل الاكلات. بشتريه الكيلو كان ب20 وب40، دلوقتي الكيلو ما شاء الله. مش عايزة اقولك السعر يعني، بس هو يعتبر بالنسبة لأي حاجة تانية، بالنسبة للزيت أو السمنة هو أحسن وأفضل مليون مرة من الزيت المهدرج ومن السمنة المهدرجة. أنا بشتريه وبقطعه، هو بيبقى دهن فصوص، بيتقال عليه دهن فصوص أو دهن بيت الكلام. بغسله كويس قوي وبقطعه قطع صغيرة، واسيبه يتصفى في مصفى لحد ما ينشف، وبعد كده بعبيه في أكياس واحطه في الفريزر. ما بسيحوش علشان التسييح بيغير طعمه، بيديله طعم تاني أنا مش بحبه. اما الطعم ده فمش هيحسسك ان انت بتطبخي بدهنه ابدا، بالعكس اكلك كله كانك عاملاه بلحمه، كانك طبخه لحمه، يعني عارفه لما بتضيفي اللحمه على الاكل. هو الدهن بالطريقه دي جميله. فهناخد منه حوالي 150 جرام من الدهن، معلش عفوا 50 جرام من الدهن، واحط عليهم بصلايه حلوه متوسطه، مش هعصر ميتها ولا اي حاجه. هبدا احط البهارات او التوابل على الخضار. معايا ملح وفلفل اسمر، وحطيت كده شوية كركم انا بحبه، وهنحط برضو بهارات الكفتة في الاخر. بس عايزة اقولك برضو على تجربة بهارات الكفتة دي، ودي بقى حاجة بسيطة كده علشان انا ما صفيتش مية البصل، فانا عايزة حاجة تتشرب معايا السوائل اللي موجودة في في الكفتة عشان ما تفكش وعشان ما تسحش معايا. فهبل رغيف من العيش، وبعد كده مفيش 5 دقايق بس، وبعد كده هعصره من المية كويس قوي، وممكن اخد نصه بس مش شرط كله. طبعا طعمه مش بيبان خالص في الكفتة. نص رغيف من العيش مع نص كيلو مش هيبان ابدا. بس بعد ما عملت الكمية ما شاء الله وزنتها والله طلعت كيلو من العجينة بتاعة الكفتة. ده بقى اللي انا عايزة اقولك ما تجيبهوش الخلطة اللي طالعة جديدة دي وواجعين دماغنا بيها بتاعة الكفتة، مش حلوة خالص، مش بتضيف اي اضافة ولا طعم ولا ريحة ولا اي حاجة. بالعكس انت لما بتحطي بهارات الكفتة اللي احنا عارفينها، اللي هي عبارة عن فلفل اسمر والزنجبيل والباب والكباب الصيني والكزبرة، وايه تاني بهارات الكفتة، آه، زنجبيل وكباب صيني وفلفل اسمر وتوم باودر، وممكن ذرة قرفة بسيطة للي حابب، و بتاع ده بقدونس مجفف لو عايزة. دي بتدي ريحة وطعم وجمال للكفتة احسن مليون مرة من انك تجيبي اي كفتة جاهزة. طبعا بصبعها وبطلعها من الاسياخ، وبعد كده انا حطيتها في صينية وحطيتها في الفرن. ما خدتش حوالي 10 15 دقيقة، وشغلت الفرن من فوق ومن تحت، يعني شغلت الشواية. شوية بصل بقى كده مع حبة بقدونس مع شوية سماق، وما شاء الله كلي أحلى كفتة وأسهل وأسرع كفتة. أتمنى تكون المعلومات اللي قلتها تفيدك في مطبخك. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك منها كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.